أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Takbir. And I will also welcome now a very dear person for this mosque from the day one, our Imam, our spiritual leader, Sheikh Ahmed Umar. مشروع هذا إنه جوجنا ودكتورتي فكر كيس وحوها 2006 آخر كيس أيوها كدمنا وحويان وحصير رسم وطابق على 2007 كل كأنه تاجنا أنا وحلا قضي 2007 كبيش أغسطس يلا قضي كدمنا مشروعان وحا وجهرية أو دور كيس لفاجي أما لقاضي أما شمين دو جهري صلدي بيش فبراير 2000 وحويان تانكي marka shan sano ayuu sidaas ku dhamaaday insha Allah maanta la dafeeski koobaad ama marxaladda koobaad ayaa noo dhamaatay marka mashruucan wuxuu ahaa mashruuc ku socday Ilaah subhanahu wa ta'ala darti iyo kalsooni Allah lagu kalsoon yahay iyo ummadeena oo mideysanayo inta ku soo gaaro ku socday Ilaah subhanahu wa ta'ala na bariyadeena iyo dadaalkeena nagu ma qadilin Ilaah subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu nagu guuleysiyay waxaan aaminsanahay ka badan insha Allah inta ka badan inaan sameyn doono marxalada labaad inaan dhameyn doono ka badan aan u sii gudbi doono marka mashruucan dad badan baa u soo jeeday dad badan baa u safray dad badan baa u fikiray hooyooyin badan baa guryo u garaacay u lugaynay dhalinyaro badan baa waxa weeye u socday waqtigooda u horay waxa weeye rag iyo dumar badan ayaa waqtigooda qaaliga geliyay Ilaah subhanahu wa ta'ala ka abaalmari takala hadda waxaan ku soo dhaweynaa hadii ilaa Dr. Hazim Al-Khayth oo ahaa ninkii founder ka ahaa masajidkan Abu Bakr As-Siddiq inshallah him and we talked about what we think we need to do a youth center and he said we need to make a school and ISGC wanted to make a mosque everywhere so all of these came together to why don't we go ahead and make a mosque in this area and we selected the place that you have now in Sullivan as a start
When we started that place, we had meetings with the several of the elders of the community. I remember being with Brother Abu Bakr Alman, Brother Abu Bakr Osman, Dr. Abdul Noor, and we met with the elders of the community, and we talked about what we are trying to do, and they blessed the project. They gave a blessing, alhamdulillah, to the project, and the project started, and we went ahead and we made 5-year rental for the place. When we made this 5 years, I'm telling you the truth that brothers in Masjid Umar, because I was the president of Masjid Umar, why are you taking the Masjid money and going somewhere else? I told them, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bring barakah of this. Just give. Allah subhanahu wa ta'ala will bring barakah. We did not know, Wallahi, we did not know that these $2,000 a month at the time will be multi-million project at one day. Subhanallah. Wallahi, akhwan, you do the good. You do the good and put it and don't think about the future of it. Allah subhanahu wa ta'ala will take care of it. So Allah subhanahu wa ta'ala sent, only we were like 4 or 5 brothers. I remember the first time we prayed in that mosque, it was dark. And we did not know how, there's no light because the old owner was not paying, so there was no light. We had to get some flashlight to go inside and see. And I remember finding Akhuna Abdul Latif Shi Muhammad. He was in the place in the mall, and who is helping us with some flashlight. So we went to flashlight, tried to see where are we, where is the place. And 4 of us made a prayer, the first prayer in that mosque. Most of them are not here now. They are not here. The brother Saad Parwood is not here anymore. Brother Ahmed Khamis is not here anymore. Brother Basir, Muhammad Basir, he's still here, but I didn't see him for some time. So these brothers came together and we went inside and we looked around and we said, yes, this can be a mosque. It was a nightclub. I'm not sure if you know that. It was a nightclub, dancing, and it has a lot of pictures and everything. So we started to clean that as much as we can. And then after a few like 1 month, we were able to get the lights on and everything started to work. And subhanallah, the first Ramadan, I remember Dr. Hassan Georgi as known, and his sons came to us, and we were only, at that time, the first Ramadan, we were only, I would say, 10 people praying Ramadan, the starting day of Ramadan. And then after time, that was in 2004 I'm talking, 2004. Okay, and we don't know what the future will look like. How it's going to work, we don't know. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala has His own soldiers. مَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. مَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. All the brothers that you see behind me now, and all the brothers that are around, alhamdulillah, and everybody who donated, they made the work. They made the work. Some few brothers started a very small amount of money, just 2,000. We collected some donations. I remember went to Sunrise Academy at Taraweeh time, and I collected donation maybe like 4,000 or 5,000. That was the start. Only $4,000 or $5,000. That's all what we have to start the project. But Allah subhanahu wa ta'ala sent all His soldiers, and they made this for us. فَجَزَاهُمُ khairan for the work, and it's a lesson to us that you do the good, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of it, inshallah, and it will be multiplied without you know. And every single brother who helped in the last 10 years, many people were here and they left. They are not with us anymore. Many people came, helped, and they left. Came, helped, and they left. The reward is continuous with them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. We, with great humility, we are gathering today to offer our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, who helped us finish this stage of the project. Without Allah's help and blessing, this could not have happened. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah subhanahu wa ta'ala has been very blessed us with this project and moved us from a place that Brother Hazim mentioned, and I do appreciate and thank you all for your patience with the place you lived with a leaking roof. So many times you go there, you find a big sheet of plastic with a hole designed to get the water from the roof to a bucket. It was kind of engineered that way. Go back and visit the bathrooms and visit the place. You will see where we were and where we are now, and that's why we need to
thank Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing. It's a great blessing, and it's a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. This project, so many people have contributed to this project with their money, with their time, with their expertise. Some of them are still with us, some left Columbus, and some even passed away. And I will be not fair if I don't mention Brother Dr. Abu Bakr Yusuf, who designed the architect of the building. So we ask Allah to have mercy on his soul. He could not finish it, but he started it, and that was his design to begin with. In addition to that, so many people did contribute. I should also not forget to thank Paul from Maverick. They worked with us over the 5 years, and I don't know of any other contractor who could have accepted the way we dealt with him. It was kind of, every time we had to collect an amount of money sufficient to do one part of the project, and once this amount of money is ready, we put it into an escrow account where his name is on it as well, and then at that time he goes and does that part. And then so many times we don't have the money to pay for his pay application, for the next pay application. Subhanallah, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, it came month after month, week after week. People collected money. Our sisters, they did a great job. It was mentioned by Brother Abu Bakr Osman at the beginning to collect for us a lot of donation. Sheikh Ahmed and his team, they went and visited so many mosques, week after week, week after week, thousands after thousands, 2,000 after 2,000, until we could finish this project. Also, some of the brothers and organizations, they loaned us amount of money to meet our obligations when it came, and those need to also be thanked, and we ask Allah to reward them. Jazakumullah khairan, each and every one of them, organizations, individuals, they worked hard to get to this point. Now, Brother Saad Barghout, he also helped us quite a bit during the construction phase, and he is not with us today. He left town. And Brother Ali Al-Ghuthani, Dr. Ali Al-Ghuthani, he contributed so much of his expertise, of his time, and we do recognize that, and we ask Allah to reward him for his efforts. Now, we need to also remember that Brother Mahmoud and his team, I guess the center was blessed to get to know him. And I'm going to be frank with you, at the beginning he did the landscape and we were not very impressed. We said, wait a minute, is he going to do all this inside work and things like that? We were hesitant. But alhamdulillah, our guest was good. He worked day and night. Believe me, he did work day and night, and he gave us more than what we asked him for. He gave us more than he always accepted. Every time we tell him, could you please add this, he will add it without objection. Just an hour ago, I told him there's a few things that needs to be done. He said, Ala aini, I will do that. So, Jazakallah khairan. Also, if you get to see him and meet him, also thank him for his effort. I think I did cover all of this. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all your donations, to accept all the work that you have done. Some people maybe only had dua to contribute, and that's important. That's important. As Dr. Muhammad Nabi Tarazi, I want to also seen some faces here that every time and then once in a while I've seen some faces. I've seen someone when always get they go and get stuff with us during the construction period, and the money goes like short. There's few people that we used to go, and I see one of them, Brother Dirar Musa. Brother Dirar Musa, Jazakallah khairan. He was always there when we are short of money. We ask him, and he comes with it sometimes, inshallah. So Jazakumullah khairan.
Another individual that I want to also mention is that was always with us from the beginning and still prays Fridays with us is Dr. Narval, who's always supportive, financially supportive. Jazakallah khairan. Inshallah. Let me go now to our sisters, and I will call for Sister Lula Khalifo to give few remarks on behalf of our sisters. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حواي والله بفرح حضوت ولا بقيت سنة المسلمين طلع بصوت وإلهي لو قلت وسيء مساجد كان لي أنسوده أنت أساسنا مال عريري كنت كذا أنت قدعة ما بحدك أحتاج غير هذا سكرية مساجد كمان يمكن الله صور مري إلهي هذا محمد هذا سكله إلهي مسلم نقدر جاي هل أفنو يالي هل دين لو يالي إن استحترامنا إن استحنو مساجد كاس أوجيس إلهي محمد بريا يا أنت مسلم وصاقش إن إلهي قلوبك تقدقه أنت مسلم وصاقش إن إلهي بهذه إن إلهي أولادي صاقش إلهي نقصي هذه أولادي أبادي نجاه مركو حواي تذكر ما أنت قرنو جيمي تذكر نجي هوري هذه ومحسنتهين جزاك الله خير مساجد كي ونو فرمي مسلمين تودنو فرمي انت امه النبي محمد ايا كنت كنيسه لو تلقى عيد ما جرت ومساجد ذو عربيه واروح الهينا فري او رالك يحيى إن المساجد كاسكو وذا عبادة يسنو وإن إلهي كوذا برينو إلهي وحن كبريا يا مسلمين تملك استأي جوكتو ما أنت قل بدو ذا كالجاد إن إلهي تكسو توسي إن إلهي يمد مسلمين ما أنت خلق ديغو إن إلهي ما أنت كان قاد كوذا إلهي نقابت أو إلهي نسوه هذه إلهي كان غلط كوذا يا حمان توذا الله نقعليو الله نسوه هذه إيمانك الله وسقو إلهي وحن كبريا يا رجل إلهي سوه هذه رجع الله سوى هذه حق جورجيس يا حاسكيس الله تصو حق جورجيس اللي يقول لي هو يدا المها رفعها ما أنت قربها جوجو ما أنت فرحت أيتها مساجد كاس أنك قربك النمي إلهي نوفى صحي إن نقول أنت قدر إن مساجد كل سنة وحلي هلي كلامه ووح إلهي نوبو ترجعي مركب أنا لو كنت حاماه ومد إسلام كاي إلهي كبقى سيب أمدنا مسلمين تهاي رجع دمرك هون حريستو دمرك رجع هون حريستانو دمرك رجع هون حريستانو حق الإسكالية الإسكال حق الإسكالية وإلا جذو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنت المسلمين تكلا الدول وكسوقين قال فرحتنا غالية رجع دمر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا ويسقها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرحة لو فرحة مدوي بكمتها هاي إن مركها روحان سجوني وهم بلين هنان مسلمين تكون العرق مريكان جولهان جارهان قبلك أوهايو جارهان مجالة كولومبوس مشروع وين أو هرجلين والله فضلي كسكوا ذلكين الأنت الهير قال لهين إله إسكال ما هذا سواتنا ما إن شاء الله سووني من سوى شيء أنا أحب مساجد أمة الإسلام سنتر أمة الإسلام إمام كيسة وحنو كان نمد قبل كمينيسوتا مقالة مليابرس هريرة هذا وحيرس على شيء إحنا براله جامعة رازقة ودقنجر إمامك مسجدك عمر أمس سوق وين 24 مول أهنا مشروع أبو هريرة وين قبل كان وين شيخ إسلام الحكام الله قبل إن شاء الله أخ شيخ براله شيخ إسلام بارك الله فيكم إسلام بارك الله فيكم وحالنا للسعودي لبدا نبغى الشيخ النجا شيخ محمد رشيد هاي يستوى شيخ محمد رشيد هاي يستوى وإمامك مساجد كما كان يسوي ولا قال كنت على من كيرته ومن صوته كان يستقبل الضبط ولا قال وإمام كذا وأنا لبدا الشيخ النجي وحالنا للسعودي لغايها كعالمي فقارها يستقبل يا سيدي
صديق ورفاء واحد ما كان دعوة كفقارها برنامج إن شاء الله تعالى إيه أخيار كلو فرابلان وهذا أنا شيء كرينين وحكان من قبل كمن الصوت وحكان سوقيب قال لي إن فرابلان وين ربينا يمادان لكن مسور ذقل لي لا بك ورقة إن أسور ذقل ويدي إن كسوقيب قال ما أنت فرحان طالق عن مجرت ما نجري دونتو مشروع الثورة ولا قصوا قيب قالوا كخير بدل بيت الله جل وعلا قولي بقر لو دسيو أما حرم برلمان أما جامعة الثورة مجر من جري دونت مال كفاضي بدل ولا ثورة بيت الله جل وعلا ولا ثورة إنه مسلمين مرايكن كل قال إنه مسلمين مرايكن إن شاء الله تعالى حتى من يابلس يا كولومبوس أقصد بمقارنة ما دام كسر من يابلس أنا قاعد كذا لكن إذا كان بقول كعاون كدلي إن شاء الله تعالى قلت محمد وقادين أبو بكر الصديق محيري إن كسر دوري لباتن مساجد قار كميدا واويين عن قبله هذا الجفرال هلقا هذا تضرب المساجد وين هذا المكان توشة ومركي عبر كقول كفر ديالا فيريم وحول أبو هريرة شغبراني وكل هذا كتيم كوال أبو هريرة سندر وكانوا يخلفلان سدح بقولي سجالي صوت باكين بولاهي وأصلا كانوا وينه عالمي يعني وحكوا حيجان فيلا يحدي له في عبر كقول كان يسوي له كنت على سنبول هذا اللقبي أولاد حيدار علوم ويسكول عالمية وكان يسقط يا لبض لقى وأبارمنتي كل سنة عسل وحكوا حيجان فيلا مركي عبر كقول كلا فيريو دار الفاروق إن كاستوي معمركم ولا مسلمين يهين هذا كاستمركم والصومالي وحكوا حيج أبو بكر صديق ومر هانجري حرون توين من يابلس بعد كانت فرادة وحكوا حيج إحسان اسطنبول كيا يسوينا أمة الإسلام ومسجد حال هانجري أمة الإسلام قال بن مري وحان هذا كجنا قالت تضرب كجنا أنا وصلت أصل مساجد يقول كلا فرا بدل هذا كولومبوس هاي أنا قاعد محيا لي خير والله ترتمى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون محيا لو حان رب الإسلام إن قدام كل بنان وتبان اكثر حتى أتاكتين مشروع عمل كيس اللقاء إن أتاكتين وإنه عاون منه سيجدلون كاسب الخير كما قادين إن شاء الله تعالى الحسوسية الله جل وعلا ويسقيها وتلمام يسوع شيء إمامك شيخ أحمد عمر أبو بكر هذا الجبرون الله جل وعلا ويسقى في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كلية وحام مساجد عمرية تعمير كنا رسول والله منهم تعمير مادي لتابن كركان وكله اسمها لتاجيهم شوف كان يشمين تدا دوش نرالك مسخرها يا واحد كسر تعمير مادية هي تعمير كمعنى وكسي مهم سن إن ماشي توحيدكي إسلامكي دينتي شرعي لو هرجليو عرورتي لو تربية مسلمين دين تولا كويستان إلى وح أنا قولي يستعمر يوكليا تعمير كلام لك السبب بفك إله الرميسن ما أنت آخر الرميسن سلامها نتوكذا زكاة النحية إلهي النويين عتكلن كبقينني كواس بعمر يا رب سبحانه وتعالى قولي يستن كواس حقيقة وحاهنا هي كوي كوليستي أما هنوسن مركب وحاهنا يكون بشارهنا إنا دوقتين كولومبوس هايو قف كستو قيب كلها مسلح كلها أما مال كلها أما عقل يحل كلها إن تعميرك أتكقب قليسان ونقنيسان وحان إن شاء الله رجينا تعميرك معنوها إن مساجد كل الصوت بحيو وسلامها كلا دون هي عشرة هي دروسها هي حلقاتك هي محاضريك سيدا سوك للنص العامل مساجد كان انت كسي الله واقبي ولي قيب كميدا اللاماني إن لقسي قيب قلب الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوتي أخواتي وفرحت ما تقنى أذياد وين إلهي سبحانه وتعالى وحليه وإذ يرفع أو في بيوت أذن الله أن ترفع
إلهي سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع قرية إلهي أوليها في بيوت الله وبيت إلهي قرية جدا وبيت إلهي قف شخص إسكالي ماله قف شخص إسكالي ماله إلهي باله في بيوت أذن الله أن ترفع الله وحومتك هنا فرها يا قرية هنا كرقاض هنا نسنو وقريها اسمتك أنا قبها كالدول هدو اسمه سيهي محنكو هدو مسخوليا هاي هديو متقانا مارته ويا هاي نظافة ايتهاي هديو يا كتاب قرآن ليا إن قريها متقان لدسو ولا تاغو في بيوت أذن الله أن ترفع محل وقبني كلك قري إلهي لغحصها يا ويذكر فيها اسمه إلهي سبحانه وتعالى مقعيس يا لغحصها يا إلهي بلغتك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أيام متقنة 24 hours مارتي أيام الأغنها يا فاتحة هذا سووه الرئيسة ومدى السلاد لغتك يا وكشاكين يسأل الله سبحانه وتعالى إن مقعيس لغحصه بريها إلهي لغحصه كشاكين يسأل إلهي سيسبح له فيها بالغدو والآثار وحامتقنا كريهاس إيجا قبلية دمربا وحويان رجال بالإله اسمه النساء شقائق الرجال بالإله مير هذه الدمر لغشيغو دمر هذه لغشيغو رجوا متق وحن لا رجل لغشيغو دمر كنا ويلا السعودان يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تجارا رجعان متقنا عن إله سبحانه وتعالى يقول تاج المساجد إن مسجد كردسو مقع إلهي لغردسو إن متقانا مارتي مسجد كان سقع لنوليو عبادي لغنوليو سي متقانا آياتك إنما يعمر الشيخ من أغنهي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم ولا ليال وحويا وفرحد وين وحلقوا فرحة مانتا وحاوين بيتك إلهي باوين نبينا محمد ها مساجد قيمها إليهن قيمها مساجد إليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة وحكب حي مكة تكتغي في مسخد رأسه ماشي ومتغنى وكنا ولا يسوى فرتن جل إلهي وسوبحي صدحي تبصر وكان له وسود ومتغنى مارتين وتشوغي يسوى متغنى كنتم يا صدح سنة أيام مالك دم مارتي مكة أيام مارتي يا لغا ساري يا لغا ساري حوق لغا ساري وهلكو كل شيء وهلكي مثل كوري وهلكي ومتقانا مارتي وأريا كراعي تري وحوغا يرو متقانا قداديع ما وحيرو العقا وكان أيام لغا هاجري لغا أريي مدينة أيو تغي سيديد ما الموضوع متقانا ما بين مكة والمدينة أيو سعود النبي عليه الصلاة والسلام استقوا دالا قاري ما تشرين قوارد عن وضعنا ما تشرين ما ينتشرين ديارات ما تشرين لقبوا متقانا مارتي مكين مدينة وحيسو جيران يعني 500 متقانا كيلومتر أما مايل بيسو جيران 500 كيلومتر ما بين مكة والمدينة أي يسو جيران هل كاسو انتو اللقاي قادوا ديار عمر بن العن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن كمان مساجد الله وبقى داري فضلك وليه أبو بكر الصديق ومدة كنتي إن مساجد متقانا مقعس الروح كثيرا ما تسمع وحبا ما واحد مقليسا أبو بكر الصديق أيضا مقليسا أنا مسك هذا أنشو واحد مكيت إسلامي سنتر باليا مكيت إسلامي سنتر أيال هذا أما المركز الإسلامي في مكانته أيال هذا روحانتي مكان مرا أبو بكر الصديق وحايد هذا والمقع هذا قال محذو بحين ويدي كائن أبو بحيس صومها بورين ومتقانا وحويا قيمها أبو بكر الصديق أولها أيام مات مساجد ما أنت مقعي السماء تلقوا بحين هيا ولا ريال نبي محمد هاي سوى الدالن أيو الشقاء وحكب الله سوى الدالن حافظها كميدة ما أنت مدينة المماتة المنورة حافظ كميدة أيو النبي عليه الصلاة والسلام مسك له قوة أيو كب الله هل كاسود دالنا وحمتقنا سمايي متى تمرت قربا بدأ إذا وحياله بسوق يعني الكاس حقا كتاعي كدي بوكل كم تقانا كبحي أو هذا ولا وحال الربا والردون هيا إن إنه متى مساجد ما أرتي إن أرنت المتقانا واد حلتويو يعني ذاتك الجيل كأنك هذا ذاتك واتجن لكن عروتنا يكوي سيدل دونا بامتان معنا إلهي وحنا كبرينا أرنت اليضاء ذاتك أقومي مالك الله بالله مشروعا فكري مركور فكر وحك
kasta ma taqaana marka hore waxaa ka horraysa inaad waxaan maskaxdaada ma taqaana inaad ayaa ka horraysa kadib haddana ma taqaana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xiga in maaragtay uu masaajida markii maaragtay qofku fikirku la yimaado qorshihii la yimaado kuwii fikirka la yimid qorshihii la yimid haddana ma taqaana qorshihii maaragtay yaan u howlgalay u saciyey leyla wa nahaaran ayd iyo nayd labadoo ma taqaana u socday kuwii xoolahooda ku bixiyey jaabkooda ma taqaana maaragtay maalin kastaba ka soo saaraya laha war hala bixiyo ee ma taqaana bixin hayay kuwii ilaahay waxaan ka barinaa subxaanahu wa tacaala inuu ma taqaana maaragtay camalkan isaga uu ilaahay ma taqaana inaga aqbalo ilaahay inuu yeero fi miisaan xasanaatihim yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahay inuu ka dhigo subxaanahu wa tacaala ayaanu alla ma taqaana ka baryaynaa aad baanu ugu faraxsanay annagoo ka nimid ma taqaana maaragtay gobolka minnesota inaan maanta مسكن قيمها لي يقايها لأن كسر قبل هذه سو دوينت مدتان نقص دويسان يدك متقانا فرح بدن اسكو يمنا آد بدو ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نحن كسر دوينا ولكن عبد الصوفي وكسر حفيز كميركا City of Columbus. I'll welcome now Brother Abdi Sofi, who's from the Mayor of Columbus, City of Columbus's office, to say a few words. Assalamu alaikum. It is indeed a great honor to be here with you at this very special, blessed evening. What a wonderful and beautiful, magnificent center for the grand opening of As-Siddiq Islamic Center. I was very delighted when I get the call from the mayor to be here on his behalf to attend this event for the 1st of Muharram 1436, the Islamic New Year. And I would like to congratulate the leadership for the As-Siddiq Islamic Center for their hard work and leadership to make this a reality. The mayor was here when this foundation was laid a few years ago, and he wanted to convey his appreciations and congratulations to the Central Ohio Islamic community for this wonderful achievement. I cannot emphasize it enough how happy I am to be here. May Allah bless this center. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. And hadaan laba kalmadooda af Soomaaliya ku iraahdo aad ayay farxad gaar ay tahay maanta aan kala soo qayb galo munaasabada qiimaha badan ee lagu maamuusayo furitaanka xaruntan islaamiga ee qiimaha badan ee aad ku quruxda badan oo lagu maamuusayo maalinkii koowaad ee bishii koowaad ee muslimka sanadka 1436 oo ah xaqiiqdii maalin sanadka cusbaa ee muslimka oo maanta ku beegan aad ayaan idinku hambaleynayaa golaha maamulka masjidkan hambalyo diiran ayaan joodinayaa ee tahniyad iyo bogaadin aad baan u mahadsantihiin khayr allah idinsiiyo jazakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi Sofi. And now I welcome a dear friend, a dear brother, someone who is from the start with us, Abu Bakr Arman, to give us some few words on the success of this center. I greet you with the Abrahamic greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I thank each and every one of you for taking this afternoon, a time off from your families to come and join us for this big special event. I apologize also for our little disorganization because we're all excited and we have all our children and our youth present. So bear with us in our disorder from time to time. But the whole purpose is to come together and to celebrate this occasion. And I'm glad that each and every one of you came to do so. If you have the program in your hand, it says a little few words about the success of the center. And one wonders if this center is a new center, where is the success? The success, of course, is a journey. But one thing that I want to share with you is that this center, the way it has been doing with the old center that you heard in the introduction, several people before me said few words about it. One
thing that we succeeded in is, as Sister Lul said earlier, that we had a lot of difficulty with our youth. We had some problems with our families. Families and youth who came from overseas, from a trauma space, I mean, where people were fighting. For them to settle here, we had to have the support system. We're all human beings, we're interdependent. So, in our case, that program that started, that you heard from the beginning, when the young man, the young brother Mahmoud recited the Quran is not just something you recite and you don't understand. It needs a context to understand. The world is now going through a lot of problems because people don't understand a lot about what the Quran was saying. And what is the message that Islam is trying to convey? Takbir! waxaa farxadniya maanta inaan reer Columbus marka hore waxaan doonayaa Ilaahayga koonkaana keenay inaan u mahad celino oo nasiib noogu yeelay in centerkan aan ka furno Columbus Ohio intii ka qayb qaadatay oo ka mid yahay guddiga masaajidkan board memberka iyo jaaliyada quruxda badan ee Columbus Ohio waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa mataqaanaa maalin farxad u tahay oo taariikhdu xusi doonto caruurteena ay ku faani doonto aniga markii la sheegay centerkan in la furayo waxaa jirtay private tour oo Imaam Ahmed iyo walaalkii Cabdilatiif iyo imaalin halkaan masaajidka markii construction ku socday aan nasiib u yeeshinaa markii la sheegay in masaajidkan laga soo bilaabo aasaaska iyo markaan inta uu leeyahay anfac ummadda anfici doono waxa way farax weyn bay noo noqotay anaga wax walba Minnesota ku faanaa waxna Minnesota Columbus waa ka horeeyaan laakiin waxa maanta reer Columbus idinku hambalyeynaya inaa masaajid aasaaska aad ka bilaabateen oo intaan qalqiya maanta waa maalin farxad la takbiir farxad weey waa farxad waa joyous day waa inaan ku farxnaa waa maalin farxada centerkan wuxuu anfici doonaa caruurteena iyo caruurtii socota weey waa markay taariikhda xusi doonto inaan Soomaalida Mareykanka aan dhignay when we make our marks waxa leeyahay mataqaanaa waxay ahayd October 25th 2014 Muharram 1st 1436 waa maalin taariikhi ah meel lagu qoro insha Allah ta'ala culimadii la soo safartay imaamkeena Ahmed Taajir iyo Maxamed Buraali Maxamed Rashiid iyo dhamaan anagoo fariin kaga wadna walaalihina Minnesota waxay farxad noogu tahay inaan maanta in kala qayb qaadno keeshinka farxadda laakiin waxaan nafteeda kala daarmaya oo macnaha contributionka Soomaali centerka ma dhameystirna ma dardaaranka aan halkaan idinkaga tagaayo waxa way maanta inaan horta walaalnimo iyo gacmaha isqabsano inaan isjeclaano oo halkaan cafiska aan ka bilowno Mareykanka aniga markaan barnaamijkan fagaaraha bilaabayay waa contribution kaliya oo Soomaaliya ugu talagalay in ummaddan Soomaaliyeed ay wada hadasho in meesha aan ka bukno inaan mataqaanaa iska biskeeno inaan mataqaanaa gacmaha isqabsano horumar gaarno marka waxaan leeyahay reer Ohio iyo reer Columbus farxad ayna tahay masaajidka maanta Masjid Abubakar Sadiq كبير هذا أنا وعى هذه لا يراهدو الشيخ عمر أو ديترويت نوبي من الشيخ عمر ولا تقال أنت مشاهد كنتوا كتوقعنا الشيخ عمر وذاتك آل مرسل شقيقي نرى بدنا ديترويت نوع عزموني فنريز النص وسمي حتى بوينت أسرع شيء أحمد الأول ضد من الكويت إن فنريز كسو سمي أو دايت لها الشيخ أحمد تاجر ماشي كسو على الله بكر مضيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله بنعمة الإسلام وكفى بالله نعمة إلهي بان أحمد سكالي إلهي كيني مساجد كان مريكنا إذن كيني أيام هاد سكالي إلهي سبحانه وتعالى مقصد وين بذكنا يهي إباتك عاد مريكا تمادين إن الدين كل كدسان تاسونا أسايم بيوتاي إن الدين كان دكتار مساجد جو عروتنا كبرتو أيوة الله أمانه أيانا إنساني ذاتك أعلن الله إلى تصنع أخلاق إسلامك عفوك إسلامك وروح الإسلام كلية إنك ترجو الأخلاق أهم شيء الله سبحانه وتعالى مدح في رسوله إنك لعلى خلق عظيم ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الأمة وبعث رسولها أن يتمم المكان والأخلاق إلى المكان أخلاق ولا تكلها وكل قلنا العروتين ودينتين غير كولومبوس أوهايو دولة حق سنة الآن وانت لسان لكن إلى
kale aymada qarashkooda waxaasoo dhan dushiida ka saaraya lacagtii la gurinaya way soo dhamaatay hadda waxaa la idinka rabaa reer Columbus inaad ku tashataan oo dadaashaan oo dadka aad soo dhaweysaan waan idinka jeclahay waxaan loo mahadnaqayaa akhwaanana alladii maa sha Allah calayhim Allah subxaana wa tacaala an'amahum وأجرهم على الله سبحانه وتعالى وكل ما ساهم وكل ما قام بهذا الأمر الله سبحانه وتعالى يجزيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير for coming this today. Alhamdulillah, we finished the first phase of the project. And one time I was listening Steve Jobs, and he was talking about the iPhone. And he said one thing we do in Apple is when we invent something new, something that's incredible, we don't talk about it anymore. We talk about next one, what's going to come. And you remember the iPhone 3, they said at that time is the best phone that the history knows that by then. And now no one has it. So let's talk about the next phase, inshallah. We finished first phase. Let's start today the second phase and finish in the second floor, inshallah. Jazakumullahu khair. And hakada the Muslims, we pray Asr, we pray Maghrib, we pray Isha. When we finish one project, there is another one next to it. So inshallah, let's continue to support this center. And thank you for your donations and your effort. Jazakumullahu khair. Wala layal. إلهي سبحانه وتعالى مهدي ويما لفرح له قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وأما لله فرحوا wixii aan sadaqadaysanaan ilaahay hortiisa geysanay oo aan midhaheedii aragno hase ahaatee adduunkan halkaa kuma joogsado masaajidkuna qaybtaa oo keliya ma aha qaybo kale ayuu leeyahay maanta waxaa laga hadlaya waa maalin farxad leh waa maalin hawluhu ay dhammaadeen anigu se dhinaca kale aan ka eegaya kuma tabawwa'tu min aljannati maq'ada allah idin barakeeyo anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca masaajidda dallada Siko مسجد ابن تيمية مسجد كماس مسجد التقوى مسجد أبو بكر الصديق الهدى سنتر أبو هريرة سيكو أنا ما قاعد أقول الله وحان أتهني يدينينا وأن الله سبحانه وتعالى وقبر عمل كان بركة يوم مسجد أبو بكر الصديق الله كان مسجد بركة يسر sidoo kale waxaan u ducaynaynaa intii ka soo qayb qaadatay rag iyo dumar Allah idin barakeeyo qof kasta markuu sadaqada la baxay alla dartiga oo la baxay haddana arrin kale ayaa niyadiisa ku jirta waalidkii caafimaad ubad ilaahay inuu wanaajiyo ubad ilaahay inuu siiyo Allah waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala magaciisa weyn uga baryaynaa in qof kasta muraadkiisa adduunyada ku siiyo aakhirana maalinka loo baahan yahay amal la qabto hawsha u weyn waa guri ilaahay maalinkaasi in Allah subhanahu wa ta'ala uu amalkaasi lagu anfaco in Allah la intii wax ku darsatay maskax ku darsatay fikir ku darsatay xoolo ku darsatay xoog ku darsatay Allah subhanahu wa ta'ala ha ka aqbalo ilaahay oo ka aqbal amalka dhaxda ayuu joogaa waad bilowdeen wixii aad bixisayna mirhi waad aragteen insha Allah ta'ala qaybtii ugu muhiimsanayd oo dacwada ahayd oo ilmihii iyo dugsigii ayaa dhiman minaaradihii masaajidka qurxinayay iyo qubadii baa dhiman ha loo tartanka wali waa furan yahay insha Allah ta'ala in badan waa iska baxayaano adduunyadii ما وارينه ربنا أن رب الله حاج عثمان عليه رحمة الله اللهم حريص اللهم حريص اللهم حريص مركي ومالك صحيحي أيوة تقعنت قبته وحيوير لعك أنت أن يكونون تجينا قحوتية إلا لما يسترك المقولات والبحر بكم مغلق وعن كوير الله سبحانه وتعالى أنه وحون أمرين إن أن عمل كبلا منه لما يسترك إله بأسكال وقول يسي ولقى معركة بانكوير مساجد انت الله بالله بين ليري مساجد كان واحدة ما يصير ولا واي لما حيو لكن قولوا حضرتك كسر قولوا والله بالله بي وصاف عندما ما يصير تأيان لواي مركا وعن كوير وحبها والبهاري وقول إلهي لكن الحمد لله ما أنت أجر كيسة سوى قبل كيسة جيفة أيوكويلي إن شاء الله تعالى إساقي ينبضان يوضياش وسيقه إيا هوانك خيرك كقيب قاطي حدونا وليه خيرك بفريه خيرك هلقا قيب قاطو
khayrka ha laga qayb qaato sadaqada ilmaha ha lagu daaweeyo sadaqada carruurta ha lagu daaweeyo sadaqada odayaasha ha lagu daaweeyo waxaad ogaataan sadaqada unbaa lagu badbaadayaa salaada iyo sadaqada iyo sabarka waa shayga ugu muhiimsan ee adduunka iyo aakhirada ay ku soconayaan in la sabro مشروعا ما قصر المسلم سفرين مركا إن شاء الله تعالى الله نجا أكبر إلهي ونجا أكبر إلهي ونجا أكبر إلهي ونود بداف إلهي ونود بداف إلهي وحنا قدرت عمل كاني بدرتي إلهي درت عنو قبلني كني قادرتي عنو قبلني إلهي استوتس نجا قليل اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم إلهي عمل كان وحكى طهرته استوتس وخطر عملك أيوب البرنية وألسنتنا من الكذب إلهي وعرب كيانا بينك إلهي إلهي ونفاق منافقنا من نجا إلهي عد كسو مساجد جوافرية قف كسو مسلم وأفرية رج يا دمر يا نال يا رب قف كسو مسكح هذا كسو بير مساجدك مساجدك اسمي هدو قيبت دمات مساجدك ما دماني ولي وحوبها إن لا إلهي dadka ilaalin lahaana waa adig hal ilaaliyo munaafiqiin iyo shayaatiin iska ilaaliya masaajida ma sha Allah taala magaalada Columbus waa la furaa shayaatiin baa soo dhax gasho wax ku afuufto hal iska ilaaliyo guriga ilaahayna hal ilaaliyo wa jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum